لأول مرة في تاريخ الكيان المحتل نشاهد حالة من الانفجار الشعبي الذي يهز أسس الدولة من الداخل، حيث تتراجع شعبية رئيس الحكومة بشكل غير مسبوق في وقت الحرب، وهو أمر لم يحدث من قبل في المجتمع الصهيوني الذي اعتاد التضامن مع قيادته أثناء المعارك. لكن هذه المرة الواقع كسر كل التوقعات، فبالرغم من محاولات الإعلام العبري لتلميع صورة الجيش والحديث عن اغتيالات وانتصارات وهمية، إلا أن المستوطنين خرجوا من تلك الفقاعة، وبدأت منصات التواصل الاجتماعي تضج بفيديوهات لمستوطنين يتساءلون عن جدوى القتال لسنوات طويلة دون تحقيق أمن حقيقي، خاصة مع استمرار الصواريخ من كل الجبهات وتكذيب الرواية الرسمية التي ادعت القضاء على قدرات المقاومة في غزة ولبنان وإيران وحتى اليمن والعراق، حيث يرى المستوطنون بأعينهم حجم الدمار وتزايد أعداد الجرحى واكتظاظ الملاجئ، بينما تقف الحكومة الصهيونية عاجزة عن تقديم إجابات واضحة عما يحدث في القواعد العسكرية وفي المناطق الحيوية التي يفرض عليها رقابة عسكرية مشددة، مما يشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيد داخلي قد يطيح بالمنظومة السياسية الحاكمة بأكملها، بعدما تحولت الوعود بالنصر إلى كارثة استراتيجية شاملة. تابعونا وشكرا.